السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي على قناة علاء هشام. هنا في القناة بنشرح فيها مادة علوم للصف الثالث الإعدادي وللمرحلة الإعدادية بالكامل. ولكن في الفيديو ده فيديو مختلف شوية في القناة، فيديو عبارة عن شوية كلام مهمين جدا هيفيدوك في مرحلتك الدراسية الحالية. هديك شوية نصايح هتفيدك إنك تقفل جميع المواد بإذن الله، وبالأخص مادة العلوم. اول حاجه واول نصيحه انا ممكن اتكلم عليها هي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت ده من اهم الاسباب اللي تخلي الواحد ينجح، سواء كنت في اي مجال. لابد ان تنظم وقتك، علشان لو ما نظمتش وقتك هتلاقي نفسك ضيعت وتهت في نص اليوم، ومش عارف انت عملت ايه ووصلت فين وجربت ايه. فعندي طريقه مجربه وحاجه انا عملتها فادتني جامد جدا. جربتها وما جربتهاش، لقيت نفسي انجزت كتير جدا. ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي هي ان انت تكتب في ورقه كده او كشكول نوت صغيره، او على الموبايل عندك على اللاب، اي حاجه تكتب قبل ما تنام الحاجات اللي انت عايز تخلصها بكره. زي ايه مثلا؟ انا مثلا هقول لك يوم من ايام عادي، مثلا اخلص ربع قران اقراه، احفظ صفحتين قرآن مثلا، أو أحفظ ربع قرآن وأقرأ ربع قرآن، أخلص ليكشر أو محاضرة عندي في مادة كذا، ومحاضرة عندي ومحاضرتين مثلا في مادة كذا. مش هكتر على نفسي في الجدول ده عشان أعرف أخلصه، وفي نفس الوقت مش هقلل خالص يعني. ولازم يبقى في نص اليوم مسليات، زي إيه مثلا؟ لو في فيلم مثلا بتحب تسمعه، في تقرا مثلا قرآن كل فين وفين، تخرج مثلا مع أصحابك شوية. لكن هتلاقي نفسك ان انت انجزت كتير، وفي نفس الوقت لقيت نفسك خلصت الحاجات اللي انت بتعملها. مثلا لعبت بابجي يا عم اي حاجه انت بتعملها، فهتلاقي نفسك انت انجزت وقت كتير، وفي نفس الوقت انت عملت حاجه انت بتحبها. فدي حاجه مهمه بالنسبه لي جدا. طول يعني تعملها قبل ما تنام، تكتب اول تحط اول نصيحه معانا اهو، قبل ما تنام تجيب ورقه صغيره كده وتكتب فيها المهام اللي انت عايز تخلصها بكره. طب لو ما عملتهاش قبل ما تنام، اول ما تصحى الصبح، ليه؟ لان دي هتحدد لك انت عايز تعمل ايه، فهتخلصها هتخلصها وهتستمتع برضه في نفس الوقت. واهم حاجه تعمل الخطوه اللي انت عايز تعملها او المهمه اللي عايز تعملها، وتحط بعدها حاجه انت بتحب تعملها، وهكذا وهكذا وهكذا. هتلاقي نفسك خلصت جزء كبير جدا من اللي انت عايز تعمله. النصيحه التانيه واللي انا ممكن اقدمها لك هي انك لازم تفهم قبل ما تحفظ. في مواد ما ينفعش فيها الحفظ بس والبرشمه بس، عشان عارفكم يعني بسم الله ما شاء الله بصمجيه يعني قد الدنيا. لا، في مواد لابد فيها انك تفهم قبل ما تحفظ. الحفظ كده كده بياخد 60% من الماده العلميه، ولكن الفهم الجزء اللي هو 40% ده هيسهل عليك ال 60%، لان الحفظ بدون فهم فده صعب جدا وبيتنسى بسرعه. وبالاخص مواد زي العلوم، والماده دي الحمد لله بنشرحها هنا على اليوتيوب باستفاضه، وبنشرح عليها اسئله كتير جدا، وبنحل اسئله كتير، وبنعمل مراجعات كل فين وفين، علشان لو في حاجه واقعه منك تشوفها في المراجعه، في حاجه واقعه منك تشوفها في المراجعه، وبننزل مراجعات كتير جدا. فطبعا انت لازم تبقى مشترك في القناه واعمل لايك. انت ما عملتش لايك ليه؟ فلابد انك تفهم قبل ما تحفظ في مواد زي العلوم وزي الرياضه، مثلا زي العلوم والرياضه. وزي ايه تاني مثلا؟ عندك بقى العربي محتاج حفظ كتير، والدراسات محتاج حفظ كتير، ولكن بيبقى فيها جزء فهم بس مش بنفس كمية الحفظ، مش نفس كمية الفهم اللي بتبقى في العلوم والرياضة وكده يعني. لأن العلوم بتحتاج مجهود، والرياضة بتحتاج مجهود فهم علشان تقدر تحفظ. طب ايه الحفظ اللي مثلا هيكون في العلوم او في الرياضة؟ القوانين. ازاي تحفظ القوانين؟ القوانين عشان تحفظها، يعني شوف، ده نصيحة تالتة، بس نصيحة تحت النصيحة التانية. ازاي احفظ القوانين وازاي ابدأ افهمها؟ اولا هتاخد القانون ده تحاول تفهمه بقدر الامكان. طبعا المدرس بتاعك يفهم لك القانون ده على قدر ما يمكن، وبعدين تاخد القانون ده وتحفظه. طيب هتنساه كده كده، فهتعمل ايه؟ هتجيب شوية مسائل على القانون ده وتبدأ تحل المسائل دي، مثلا 5 مسائل. هتبدأ تحل المسائل دي واحدة في التانية، في التالتة هتلاقي نفسك بتنسى في الأولى، بتتلخبط في التانية، بتتأكد في التالتة، في الرابعة، في الخامسة تلاقي نفسك فنشت القانون، وتلاقي نفسك فهمت القانون كويس جدا، وتبدأ تحل على القانون. وهكذا مع القانون الأول والقانون التاني والقانون التالت، وتجمع بقى القوانين دي في نوت صغيرة أو ورقة صغيرة، علشان في آخر السنة لما تيجي تدور على أي قانون ما تحتارش، لا تلاقي نفسك أنا كنت كاتب القانون ده في الورقة اللي أنا كنت كاتب فيها ملخص القوانين. هتجيبها وتحل عليها مره، في الثانيه، في الثالثه، هتلاقي نفسك فنشت الدنيا. النصيحه الرابعه اللي ممكن اديها لك او الثالثه، ان انت لابد انك تعمل خريطه ذهنيه في دماغك. يعني ايه خريطه ذهنيه؟
يعني الماده اللي بتبقى محتاجه حفظ كتير جدا وتلاقي فيها ليها فروع كتير جدا، بتعمل خريطه ذهنيه. لو عايز اعمل لك يعني تعمل ازاي خريطه ذهنيه، او تخش على سيرش جوجل او يوتيوب وتكتب ازاي اعمل خريطه ذهنيه، هيكون افيد لك جدا. الخريطه الذهنيه دي بتخلي المعلومه تثبت في دماغك، و بتلاقي نفسك بتنجز حاجات كتير جدا وبتفهمها في وقت قليل جدا. الخريطه الذهنيه دي كانت بتفيدني جدا في الثانويه، والحمد لله خلتني اخلص حاجات كتير جدا، وبالاخص ماده زي ماده الاحياء. النصيحه الرابعه اللي ممكن اقدمها لك هي انك تراجع اول باول. لابد انك تراجع اول باول علشان المعلومه اللي انت بدات تفهمها وذاكرتها ما تتنسيش، وتتحفظ من الذاكره قليله المدى الى الذاكره طويله المدى، فتثبت معاك لحد اخر الامتحانات. طب المراجعه دي بتبقى طبعا انت عارفين ان دماغك ليها ذاكرتين، ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. لما انت تقرا الحاجه اول مره وتذاكر حاجه اول مره، فانت كده حطيت المعلومه والحاجه اللي انت ذاكرتها ده في الذاكره قصيره المدى. طب عشان احولها من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى عشان افتكرها في الامتحانات وافتكرها بعد كده، هتعمل ايه؟ هتبدا تراجع عليها اول باول. ازاي؟ مثلا النهارده يوم الاحد راجعت ماده زي ماده العلوم، درس العلوم، هاجي اخر الاسبوع انا مخلص درسين مثلا في درس العلوم في اسبوع، اعمل ايه؟ اراجع الدرسين اللي خدتهم في اخر الاسبوع حتى لو 10 دقائق قبل ما تنام، في ماده زي العلوم و10 دقائق في ماده زي الدراسات وهكذا. هتلاقي نفسك انجزت كتير جدا. والحمد لله هنا على القناه برضو بنراجع اول باول، هتلاقيني اصلا يعني براجع اكتر من مره، يعني بنزل مراجعه على الدرس الاول والدرس الثاني، واخلص الوحده الاولى والوحده الثانيه والثالثه، وارجع تاني على الوحده الاولى عشان لو نسيت حاجه في الوحده الاولى تجيبها وتفتكر معايا بسرعه. والحاجات دي بتبقى في مده قليله جدا، انا مثلا بعمل الفيديو في ربع ساعه تلت ساعه بالكتير. فلابد انك تراجع اول باول علشان المعلومه تثبت في دماغك في اخر الامتحانات، ما مفيش حاجه تناسي منك خالص وتفنش الماده. النصيحه الخامسه ولا انا شايفها من اهم النصائح اللي ممكن اقدمها لك في الفيديو ده، ولكن الناس بتستهتر بيها، انك تبعد عن الخوف والقلق والتوتر والحاجات دي كلها، لان الحاجات دي مشتتات مالهاش اي 30 لازمه. اعرف ناس صحابي كانوا شاطرين جدا طول السنوات وجم في ثالثه ثانوي يتوتروا وثالثه اعدادي يتوتروا وخافوا وقلقوا، قالوا لا مش هنجيب مجموع، مش هنخش ثانوي عام، مش هنخش الكليه اللي احنا نفسنا فيها، وبداوا يضيعوا درجات كتير جدا. وبدل ما هما كانوا على طول دايما اوائل الجمهور، اوائل المحافظات واوائل المدارس، ببص عليهم في اخر سنه لقيتهم اللي دخل تربيه واللي دخل غيره وغيره. يعني عامه يعني مش قصدي اقل من الكليه، بس قصدي انهم كان مستواهم عالي جدا ويقفلوا ويجيبوا فوق ال90. ولكن بعد الامتحانات اتصدمنا احنا الكل علشان توتروا وخافوا وقلقوا. فلازم تبعد عن الخوف والقلق والتوتر. الحاجات دي هتشتتك في طول دراستك وهتشتتك في الامتحانات وهتضيع درجات كتير جدا. ازاي بقى تعمل الحاجه دي؟ تبعد عن التوتر والتشتت وهكذا، انك ما تقارنش نفسك باي حد ايا كان مستواه وايا كان ايه هو، علشان انت حاجه وهو حاجه تانية. ما ينفعش تقارن نفسك بيه، لان انت ليك ربنا خلقك بحاجات وربنا خلقه بحاجات تانية. ربنا مديك حاجات مش فيه ومديه حاجات مش فيك وهكذا. ممكن انت تبقى احسن منه، ما تقارنش نفسك بيه. اشتغل واسعى، بس انت عليك انك تشتغل وتسعى بس، ما تقارنش نفسك بده وده. او مثلا مامتك او والدك يقول لك لا ده ابن خالتك وابن خالك احسن منك، ارمي الكلام ده ورا ظهرك، ارميه. انت احسن من اي حد، انت احسن من اي حد. حط ده في دماغك، انا احسن من اي حد، وانا هنجح وهوصل للي انا عايزه، وهبقى فخور بنفسي وهخلي اهلي فخورين بيا. لابد انك تصدق نفسك، وطبعا تثق في نفسك. وقبل ما تثق في نفسك تثق في ربنا سبحانه وتعالى انه هيديك على قدر الساعه اللي انت بتسعى ده، بل وازيد كمان، لان ربنا قال سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فلابد انك تسعى علشان ربنا يديك. بس كده يا ابطال، كده خلصنا الخمس نصايح. يا رب تكون الفيديو عجبك، ويا رب الفيديو ده فعلا يفيدك في حياتك ايا كان مرحلتك السنيه. ان شاء الله الفيديو ده هيكون ان شاء الله يفيدك، يعني اتمنى لان انا الفيديو ده طالع من القلب عامه، والله بجد طالع من القلب، ان انا عايز اديك نصايح انك تكون قوي وراجل وقد المسؤوليه وتكون بطل من الابطال. اشوفك دايما على خير يا صديقي، واتمنى لك كل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.